السلام عليكم ورحمة الله. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد. وهنقول لكم كل سنة وانتم طيبين. هيبدأ خلال ايام تطعيم الانفلونزا الموسمية لعام 2025 2026. التطعيم السنة دي عبارة عن تطعيم ثلاثي وليس تطعيم رباعي. طب ليه ثلاثي وايه رباعي؟ الفيروس بتاع الانفلونزا في منه نوعين A و B، بيحطوا نوعين من ال A ونوعين من ال B. بس احنا بقالنا 4 سنين في نوع اللي هو ياماجاتا ده ما عادش موجود، اللي هو البي ده السترينج بتاع ياماجاتا، وبالتالي بقى لنا 4 سنين مش سيركوليتنج. فالدبليو اتش او والجايد لاينز كلها قالت مفيش داعي ان احنا نحطه، ملوش لازمه وهيوفر شويه، وفي نفس الوقت التراي فيلنت اللي هو اللي موجود ده هيبقى افكتيف جدا جدا، لان ده اللي كان موجود زمان قبل كده. يبقى احنا السنه دي التغيير في التطعيم في التركيبه الفيروسات، لان السيرفيلانس ده بيتعمل مسح باستمرار وبيطلع نوع الفيروسات، فهم شايفين ان النوع الرابع ده ما عادش موجود. طيب هناخده زي التعليمات بتاعت كل سنه، اي طفل فوق 6 شهور ياخد التطعيم، اقل من 6 شهور ملوش تطعيم. من 6 شهور ل9 سنين لو اول مره وما خدش قبل كده هياخد جرعتين فاصل 4 اسابيع شهر. 6 شهور 9 سنين ما خدش قبل كده جرعتين فاصل شهر. اي طفل فوق ال9 سنين او اي حد فوق ال9 سنين هياخد جرعه واحده. اي طفل اخد السنين اللي فاتت حتى ايا كان سنه هياخد جرعه واحده. ده اللي هيتاخد السنه دي. بيتاخد فين التطعيم؟ في عضله الكتف بالنسبه للاطفال فوق 3 4 سنين، والاطفال اللي اقل من 3 4 سنين وعضلات كتفهم ضعيفه بنديهم في الفخذ في ال1 ثيرد lateral outer of the side، اللي هي بنسميها فاسس لاتراليس، الدكاتره عارفينها، او الجزء الخارجي الوسطي العلوي من الفخذ. يبقى لا اما هاخد عضل في الفخذ لا اما هاخد عضل في الكتف. هي لازم يتاخد عضل تطعيم الانفلونزا. تمام. كل ما ناخده مبكرا يكون افضل. قبل دخول المدارس بيشتغل على طول طبعا اول ما بيتاخد. مهم جدا. اللي خد السنين اللي فاتت بياخد، اللي بيقول ان انا خدته بيجي لك انواع تانية، مش هو ده. هو بيحمي، بيرفع المناعه، مفيد جدا 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 قبل بدايه الدراسه وقبل زحمه المدارس وقبل نزلات البرد والنزلات الشعبيه. كل افراد البيت يطعموا، اطفال وكبار وجدود وكله. ولازم لازم لازم نحاول نحرص ناخده بدري، لان كل ما بناخده بدري بيشتغل افضل، بنتحضر كويس. اطيب تمنيات لحضراتكم واطفالكم كل صحه وعافيه. اللي استفاد من الفيديو يشيره عشان نعمل عمليه وعي، لان احنا بنعاني معاناه شديده في وسط الشتاء من نزلات البرد المتكرره والانفلونزا الشديده، والتطعيم بيقلل منها. اشوفكم على خير ان شاء الله.